لا، رمضان مبروك الفوز واداء جيد، واعتقد مباراه جيده وبتشكيله الاساسيه. الحمد لله. بص اقول لك حاجه، احنا اول حاجه بنشكر اللعيبه كلها والجهاز الفني يعني يعني الحمد لله فرحنا شعب مصر. بس بص، هو في سر هنا، سر الخمسه هنا. ايه السر مع وليد. انا قلت لهم امبارح تعالى يا مصطفى. والله العظيم ابو تريكه جالنا في الحلم بتاع المباراه وهو فانا حلمته في غانا طبعا 6-1، فقلت حاجه من الاثنين. حاجه فيها ست. بس ربنا يكرمنا لان الفرقه دي سر حاجه واحده بس ما حدش عارف. لو بصيت على ايدي انا نعرفها. ما حدش عارفها. سامع يعني ان شاء الله. حبيبي يا رمضان، حبيبي. رمضان ثقه كبيره فيك ومن كوبر وبينزلك في التشكيله الاساسيه. اعتقد بتعيش يعني فترات المفروض تتمسك بيها وتتمسك بالفرصه دي سواء مع النادي الاهلي او منتخب مصر. لا الحمد لله طبعا، ده فضل من عند ربنا، اللي هو الراجل كان واثق فيا ولعبني. ما فيش يعني حاجه اقولها. مهيب الراجل زي ما انت بتقول اللي هو واثق فيا، فانا عايز احاول ان انا استمر في كده. الواحد مسك فرصه لازم يمسك فيها بايده واسنانه. طبعا ان انت تلعب في منتخب مصر في السن دوت دي مش حاجه قليله. طبعا انا فرحان، بس الفرحه الاكبر والله يا مهيب اللي احنا يعني انا طلعت ما بين الشوطين ما عنديش اي مشكله. الفرحه الاكبر اللي احنا كسبنا، اللي احنا عايزين بس كنا نفرح شعب مصر، وكان علينا ضغط جامد جدا. عارف انت الناس في مشاده ما بين الاهلي والزمالك ومش عارف ايه والكلام ده كله. لا احنا اثبتنا هنا احنا لابس ابيض النهارده. الله. بتقول عليك ان انت زملكاوي. هو انا مش عايز اقول لك مين اللي قال كده، بس انت اكيد عارفه. انا مش عايز اقول له دلوقتي لما ابقى اطلع، عشان انا بحب اقول في وشه. واحد يقول لك انا اكد اللي هو زملكاوي. يا عم نادي الزمالك نادي كبير وعلى راسي من فوق، بس انا اهلاوي وعيلتي كلها اهلاويه، وفضل يقول كده. ما فيش الكلام ده خالص. والدتك اهلاويه. ووالدتي ووالدي هي ما بتعرفش حاجه مش عارف. ووالدي الله يرحمه وكل حاجه. ده طلع قال له عايز تقول حاجه؟ قال له انا باكد ان رمضان صبحي زملكاوي. طب انت ايه منين؟ طيب اي كلام بيتقال وخلاص، فاهم؟ عارف الزمالك فريق كبير طبعا فريق كبير واحترمه طبعا وعلى راسي من فوق. بس انا قصدي ايه، لما تقول معلومه يا مهيب قول تبقى واثق منها. دي حاجه مش هتزعلني، فاهم قصدي؟ يعني مثلا لو انت قلت رمضان زملكاوي وانا زملكاوي خلاص، دي حاجه مش هتزعلني انا، فاهم؟ بس انت ما تقولش اي كلام وخلاص، فاهم قصدي؟ بس انا ما عنديش مشكله، خليه يقول اللي يقوله يعني. خليه يقول. ما المره الجايه تقول ايه؟ خلاص المره الجايه احنا زي تونس كده. ايوه مبروك وتوفيق كده رمضان، ودايما كده مع منتخب مصر. حبيبي ان شاء الله. مبروك حبيبي.